اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. تعالوا احنا رايحين النهارده هننزل محل ألدي. محل ألدي فيه أكل، في شرب، في خضار، في حاجات للمطبخ، في أدوات كتير. أسعاره دايما حلوة وحنينة عن باقي المحلات بصراحة. أسعاره دايما بتوفر كتير. تعالوا يلا هنشوف الجولة جوه وأوريكم ايه الحاجات اللي احنا بنجيبها من جوه وايه الأسعار وكده. يلا بينا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو انتي أول مرة تشوفيني ما تنسيش تدعميني باللايك والشير للقناة. شكرا ليكي لو انتي معايا في القناة ودايما بتدعميني باللايك. يلا بينا نصلي على الرسول ونشوف أول حاجة ايه. ده كده واجهة المحل زي ما انتوا شايفين. طبعا العجل اهوت، ناخد الاكواره زي ربع جنيه بتاع مصر نحطها في العجل علشان تفتح معانا. تعالوا يلا بينا ندخل كده ونسمي الله ونشوف اسعار الحاجات جوه ايه. ده كده اكل القطط واكل الحاجات دي، يعني انتوا عارفين. يعني بصوا بقى، دي كده ربطة كزبرة، طبعا سعرها 79 مش بكمل دولار. سعر حلو جدا جدا. فاكهة بقى، والله ما عارفة اسم البتاعة دي ايه، بس ولادي بيحبوا يجيبوها. سعرها هنا 3 دولار 29. والفراولة كمان سعرها 2 دولار. سعر الفراولة هو 2 دولار 49. علبة العنب تمنها 4.69. انا بفرجكم الاول، بعد كده انا هجيب الحاجات اللي انا عايزاها. ده عنب احمر برضو، بصوا هو قطف واحد بس تمنه 3 دولار 59. 3 دولار ونص بمعنى اصح. في بقى الفاكهه، في البطيخ. طبعا لو الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت التلاجات. كيس الثوم سعره 2 دولار 69. ده ثوم متقشر جاهز كده. انا برضو كنت ساعات بحب اجيبه، حلو جدا وبيبقى سهل وكده. بصوا بسله، اول مره على فكره اخد بالي منها هنا. سعرها 2 دولار 39 سنت. دي بقى فاكهه متقطعه للي حابب ياخد الفاكهه كده جاهزه بدل ما ياخد الحاجه على بعضها. وده برضو اناناس، عارفينه اللي هو بتاع الزرعه دي، هوريها لكم دلوقتي. عنب بقى اشكال والوان. العلبه دي ثمنها 3 دولار 49. ده كده اول حاجه احنا دخلنا عليه. ادي الجزر، ده الجزر اللي كنت بوريه لكم، بس هما قالوا ان هو ده مش صحي. سعره دولار و79 سنت. سعره الخيار سعره دولار 89. كيس الخيار على فكره سعره حلوين جدا جدا. خدوهم بقى لان مفيش في الكراتين. ده بقى المشروم الطبق بدولار 69. والنوع المتقطع عامل دولار 79. يعني في السليم دولار 69 والمتقطع دولار 79 سنت. بصوا جايبينها همت عشان يحطوا زرع جديد، قرنبيط وحاجات جديدة. وجابوا كمان تقريبا خيار، مش عارفة الماء ده ولا ايه، بس زي ما انتوا شايفين كده بيحطوا اول باول حاجات طازة وكده. تعالوا علشان نكمل. بصوا نفرجكم قرنبيط طازة، جاب خيار برضو اهوت، جاب فلفل اخضر. دي بقى حاجات للسلطات بتكون جاهزة، تمنها حلو جدا. تاخدي الكيس على بعضه، يعني بصوا الكيس ده على بعضه كده بدولار 79. في حاجات بيحط لك الحاجة لو انت حابة تاخديها انت وتقطعيها تمن، ولو انت عايزة تاخديها متقطعة جاهزة برضو بسعر تاني. في بقى طبعا تعالى اوريكم الخس، بس مش عارفة مش حلو النهاردة. بصوا في قلبه بايظ كده. انا بحب اجيب النوعية دي بس بصراحة بايظة مش حلوة. سعر الكيس فيه 3 وحدات بدولار 79 سنت. اشكال الخضرة بقى وانواعها كتير. في بقى تبقى واحدة لوحدها بالشكل ده كده، يعني دي خاصية برضو سعرها دولار 29 سنت. علبة الكيوي، ادي علبة بتاعت الكيوي 3.99. الموز بقى وجماله، الله يرحمك يا امي. امي يا جماعة كانت دايما دي التجارة بتاعتها، كانت بتتاجر وبتبيع موز وكده. سعر الباون 24 سنت. بصراحة
سعره هنا حلو جدا جدا، ارخص من ويل مارت وارخص من المحلات تانية كتير، جاينت والحاجات دي. سعر البون 24 سنت. تعالوا بقى نروح للبرتقال. كيسة البرتقال دي على بعضها بصوا، الكيسة بتاعت البرتقال دي تمنها مش حاطين لها تمن ليه مش عارفة، بس سعرها مش هيبقى كتير، ممكن تكون عاملة 4 دولار ولا حاجة. انا عمالة ادور على السعر بس مش لاقيه. بصوا دي مش مانجا، ده باباز، اخواتي بيحبوا يجيبوه يعملوه. تمنها دولار 29، مش عارفه بقى البون ولا ايه، بس اللي بدي تقريبا النص كيلو فيها بدولار 29. وادي الليمون سعره 2.45. لا الليمون هنا هو سعره يعتبر كويس، لان هما الليمونتين بدولار، فدول يعتبروا ب3 دولار. لا هم عاملين عرض عليهم 2.45، بتجيبيهم من الناحيه التانية الاتنين بدولار، فبصراحه سعرهم حلو جدا. في بقى الليمون الكبير الاصفر ده 2.89. فاكهه بقى بصوا كيس كله على بعضه كده ب 2.99، والله العظيم ببلاش. الاسعار حلوه جدا جدا هنا بصراحه. وبتاعت برضو السفندي الصغير ده، بس التمن بتاعه برضو مش محطوط عليه، مش عارفه ليه. ده بقى الخوخ السكري، تمن الكيس 2.99، حجمه برضو حلو جدا. بصوا بقى حاجات اشكال والوان. دي سعر الاناناس واحد الواحده عامله دولار 65 سنت. الاسعار حلوه جدا جدا. الدي يا جماعه دايما اسعاره متميزه واسعاره حلوه. ادي الكمثرى، كيس الكمثرى عامل بصوا ما شاء الله، على فكره في يجي كيلو ونص كمثرى او 2 كيلو، ثمنه 4.29، بس انا بصراحه بحب الكمثرى البني مش بحب دي. وكيس التفاح 3.79، يعني في حوالي هنقول كيلو وربع من التفاح، عامل 3.79 سنت. في بقى تفاح لو انت عايزه انت تاخدي بالواحده كده ب 2.19 سنت. دي كله بقى انواع تفاح، ده برضو ب3 وحاجه، بس كبير شويه كيس، حجمه اكبر. في التفاح الاحمر وادي سعره، التفاح الاخضر. كل حد بقى بيحب النوع اللي بيحب ياكله، هو بيجي وبياخد النوع اللي بيحب ياكله وبيريحه في الاكل وكده. تعالوا بقى اما نخش ونكمل باقي اللف في المحل ما شاء الله. طبعا في قسم بقى هو للمخبوزات، بصوا بقى مخبوزات بانواعها، كب كيك، كوكيز، بصوا حاجات كتير جدا، توست طري، وبصوا كيكات، انواع كتير جدا جدا واسعارها حلوه. يعني سعر الحاجه الموجوده ما فيش حاجه بتوصل ل5 دولار، في حاجات ب4 وفي حاجات ب3، اسعارهم حلوه جدا جدا. وادي السينابل اهو جاهز برضو، اللي بالناس بقى يعني، او في ناس يحب يعني، في حاجات حلال في حاجات مش حلال، على حسب الحاجات اللي موجوده وعلى حسب ما بنقرا. بس انا حبيت اوصل لكم ايه اللي موجود جوه محل الدي وايه الاسعار الموجوده في قلب المحل. ادي كرواسو، باتيه، بصوا حاجات ياما موجوده هنا. ادي برضو ده عيش برضو، سعر الرغيف 3 دولار ونص. بصوا زي ما انتوا شايفين طول ما احنا ماشيين كده كل ديت مخبوزات. ادي العيش التوست برضو اهو، دي اكياس كده على بعضها. كيس العيش بدولار 59، ده بني شويه، ده الدي الابيض ده ب2 دولار و9 سنت. بصوا انواع كتير، وفي برضو توست وكايزر، بصوا حاجات كتير جدا جدا موجوده في قلب المحل. تعالوا يلا نكمل الجوله بتاعتنا. بطاطس اهي برضو، ادي كيس البطاطس، بصوا البطاطس دي صغيره جدا. البطاطس اللي احنا بنجيبها من مصر بتبقى ارخص حاجه، دي حلوه، بجيبها ساعات اسلقها واقشرها واحمرها لاولادي زي البيض كده. الكيس ده عامل 3.29. بحب برضو اجيب منها الكبيره شويه لما احب اكون بحشي البطاطس. وادي انواع كتير منها. ده بقى الكيس الكبير اهوت، ده ب3 دولار 99 سنت.
كيس البصل بصوا الشبكة فيها 4 وحدات وكله نفس العدد، تمنهم $2.19. ده كله انا بوريكم بلف حوالين جزء الخضار. وحدة الثوم ديت فيها 3 وحدات عاملين $1.39، والجنزبيل كمان $1.99. صراحة الاسعار حلوة قوي قوي. كيس البطاطس ده علشان كبير شوية او ضعف التاني فتمنه بصوا $5.89، يعني هنقول بالتاكس $6 وحاجة. طبق الذرة زي ما انتم شايفين، طبق الذرة الاصفر $3.39. صراحة السعر بتاعه حلو. ده البصل الاصفر، التاني كان البصل الاحمر ثمنه $2.39. العلبة دي بصوا الشبكة دي كبيرة شوية، يعني ده ارخص من البصل. دي كوسة هي ولا مش عارفة دي ايه بصراحة. يجيله بصوا اقروا انتوا بقى وترجموا. تنجان الرومي واحدة $1، مش الواحدة بالوزن، طالما اللي بيه موجودة على ما اعتقد، مش عارفة بالواحدة ولا بالوزن والله، فلو حد يعرف يعرفني. $1.15. ده برضو اهو، بس ده بلان النهاردة. القرع بصوا القرعية قد ايه، $1.15. الكرنب بتاع السلطة الواحدة ب75 سنت. دي بقى كيس الشطة ده عامل 85 سنت، حلو جدا. كيس الفلفل الألوان عامل $2.89. بصوا حجم الكيس حلو سعره بصراحة. طماطم تشيري الصغيرة ب$3.89. وادي كيس الفلفل فيه 3 وحدات فلفل $1.99. وزيه الالوان في برضو 3 ب$2.69. سعر حلو جدا جدا. الطماطم بقى هي اللي غاليه هنا شويه، 5 وحدات طماطم ب$2.89. مش عارفه الطماطم البلح مش موجوده، بتبقى سعرها حلو جدا واقل شويه. وادي برضو البرتقال الاستفندي اهو، كنا بندور على السعر ب$2.39. ده كده قسم الخضار. بصوا بقى المحل فيه حاجات كتير زي ما انتم شايفين، بس انا حبيت اوريكم قسم الخضار عامل ايه هنا واسعاره. الاسعار هنا بصراحه حلوه جدا، بس مش كل حاجه متوفره، يعني الكرنب مش موجود، بتنجان اللي هو البنفسجي الطويل ده مش موجود، خضره مش موجوده، كل انواع الخضره مش موجوده. حاجات كتير بقى موجوده في المحل زي مايونيز زي كاتشب، الملح موجود، حاجات كتير جدا جدا، زيت موجود، حاجات كتير في المحل. ازازه الزيتيات سعرها $2.50 لتر او لتر وزياده. اسعاره حلوه جدا جدا ومميزه. حبيت اعرفكم اسعار الخضار داخل محل ألدي، حلو جدا جدا. اللي حابب يتسوق منه واللي موجودين في امريكا سعره حلو جدا عن باقي المحلات، عن الجاينت، عن المارت، عن الهايلاند تاون، عن محلات كتير جدا اللي هي محلات الجمله مقصد كلامي. اما محلات السامس كلاب والمحلات الكبيره طبعا اسعارها حلوه لان كمياتها كتير. اسعار ألدي دايما متميزه باسعارها. كده خلاص احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم على خير في فلوق جديد من فيديوهاتي. دمتم بخير ومع السلامه.